السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي ومجنات، عاملين ايه؟ انا نور ومن قناة ترتيب البيت واكلات مصرية، وجيت النهاردة على قناة مجنات عشان اعرفكم بقناتي، وبتمنى ان انتوا تشرفوني فيها وتنوروني. انا بعمل روتينات واعمال يدوية وتنظيف للبيت والمطبخ ومنظم المطبخ بافكار بسيطة. بتمنى ان انتوا تنوروني وتشرفوني في قناتي. ومجنات طبعا حبيبة قلبي هتسيب لكم الرابط بتاع قناتي في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. لو جيتوا عندي هتنوروني وهتزيدوني شرف، وان شاء الله اشوفكم هناك، واللي يجي هناك طبعا يقول لي ان هو من عند المجنات. واهلا بيكم وهتنوروني، واشوفكم عندي ان شاء الله. باي باي. صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنبتدي يوم مع بعضينا، كل نشاط وحيوية وطاقة إن شاء الله. أنا متحمسة جدا لتصوير الفيديو معاكم النهاردة. هعمل فيه شوية حاجات كده هيريحوني فترة. هنضف تنظيف عميق للغرفة اللي أنا فيها دلوقتي، غرفة الأطفال. همسك السراير ألمعها وهشيل الحافظة، وهغير الفرش بتاع السرير وهلمع الحيطان، وكمان هغسل باب البلكونة. يعني مش هسيب اي بند في الاوضه غير لما اعمله. فرحانه ومبسوطه جدا ان انا هقعد معاكم النهارده اليوم كله. ما تنسوش لو عجبكم تقديرا لمجهودي شجعوني باللايك. طبعا انا قمت من النوم، فطرت الحمد لله، واولادي راحوا من المدرسه. هبتدي يومي حالا، واول حاجه هعملها هقول الدعاء اليومي بتاعي: اللهم اني استعين بك وبقدرتك وعظمتك يا ارحم الراحمين، فاني اتوكل عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين الأوضة كلها على بعضيها مكركبة، مفيهاش حاجة نظيفة خالص. أول حاجة هعملها إن أنا هفتح البلكونة وأطلع البطاطين برا. بعد كده هحضر بقى معايا فوطة عشان أنفض السرير من التراب قبل ما امسحه. طبعا وانتي بتنفضي السرير من التراب ما تشيليش الفرش بتاعك خالص، خليه موجود مكانه. اهو انا سايباه مكانه. يعني اول خطوة هي التنفيض. طلعت بطاطيني، الشمس طالعة وجميلة جدا اهو. هكمل بقى بعد ما نفضت لمع آه، السراير بتاعتي، طبعا كلها تراب. كتير من الناس كانوا بيسألوني عن السراير بتاعتي بكام وجايباها منين. انا كنت جايبة السرير ده من 3 سنين، سعر السرير كان 1400 جنيه. وجبتها منين؟ جبتها من دمياط. طبعا كلكم عارفين دمياط هي مشهورة بالأساس، وسعر الأساس فيها بيبقى رخيص مش غالي زي ما انتوا شايفين. بس هي شغلها كله محفر زي ما انتوا شايفين كده، بيتعبني شوية في التنظيف. بس الشكل العام بتاعها جميل جدا وهو عاجبني، وشكله كده فيه بهجة. يعني انا بحب بصراحة اللون الذهبي ده، بيديني فرحة كده. دلوقتي طبعا طالع الالوان اللي هي المودرن حسب بقى راحتك انتي. بس انا اتسألت كتير جدا عن السراير دي، فحبيت اقول لكم السعر، وكمان اقول لكم انا جايباها منين. طبعا شايفين التراب من جوه عامل ازاي. كانت في متابعة قبل كده سألتني عن موضوع وسواس النظافة، وان هي تعبانة منه جدا. احب اقولك ان الموضوع مش سهل ان انا اجاوبه في كلمتين. بس مبدئيا ما تعمليش اكتر من المعتاد. بمعنى انا بمسح شقتي مرة في الاسبوع، الغير المعتاد ان انا امسحها مرتين في الاسبوع واجهد نفسي. لا، حافظي على شقتك كل يوم من التراب، قفلي شبابيك كويس، اعملي نظام. النقطة التانية، حاولي تشغلي نفسك. طول ما انت حاطة في دماغك النظافة بس، هتفضلي طول اليوم اي حاجة تقع على الارض ترجي ملقطاها كده، ما تبقيش حتى مستنيين حاجة تتبهدل. هتتعبي جدا. دايما هتحسي ان انت عندك قلق. فبعيدي عن التوتر ده خالص، واشغلي نفسك بأي حاجة تانية. يعني شوفي اي حاجة تبعدك عن الموضوع انك طول النهار
ماسكه المكنسه في ايدك طول النهار في المطبخ عماله تغسلي في مواعين، اجهاد عليكي وتعب. وليكن مفيش مشكله لو هتمسحي شقتك مرتين في الاسبوع، اكتر من كده اجهاد طبعا عليكي جدا. فمش حاجه حلوه ان انا طول النهار واقفه في شقتي. لا، اهتمي بنفسك، اهتمي بولادك، حطي اهتمامات تانية او اولويات تانية بعيدة عن النظافة اللي هي 24 ساعة شغلاكي. ده رد ليكي. والموضوع طبعا ما يتحلش اكيد في كلمتين. وسواس النظافة ده موضوع كبير جدا جدا، خصوص بقى النظافة كمان الشخصية، الناس اللي ممكن بتغسل الصابونة بالصابونة، فالله يكون في عونهم والله. حاجة مش ظريفة، بس ربنا يشفينا جميعا. ناس كتيرة تعبانة من الموضوع ده، اقرا عنه كتير جدا واعملي سيرش، وهتلاقي اطباء كتير بيتكلموا عن الموضوع ده بتوسع اكتر مني. خلاص انا خلصت كده السراير. شوفوا بقى الترابيزة عاملة ازاي، هلمعها برضو مش هسيبها، هاخدها كده في طريقي اهو. طبعا بقى بالليل كلوا على الترابيزة إيه، حاجة حلوة قعدوا كلوها، يعني برضو بيبقى عليها ايه بهدلة كتير. هلمعها كده زي ما انتوا شايفين بالملمع، مش هخلي حاجة خالص غير لما اعملها في الأوضة. انا متحمسة النهاردة جدا، حاسة ان كل نشاط، سعيدة جدا وانا بعمل حاجتي، ومش هتاخد مني حاجة والله خالص. هقفل بقى الترابيزة واركنها على جنب، ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا جهزت الفرش اللي انا هحطه. انا خلاص نضفت السراير، نفضتها كويس ومسحتها بالملمع. هتيجي بقى اشيل الفرش بتاعي اللي انتوا شايفينه عشان اغيره، وبعدين ابتدي بقى اطلع المخدات بره تتشمس، ونشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. اهو فرشت الدفايات زي ما انتوا شايفين خلاص. وادي المخدات طلعت هي التانية تاخد دورها في التشميس، تشمس بقى بره كده ويتجدد الهواء بتاعها هي كمان بعد ما اتفرشت بالطقم الجديد اهو. كانت في متابعة طلبت مني اصور لها باب البلكونة. باب البلكونة عندي بس مشكلته ان فيه مراية، فانا مش عارفة اقرب منه قوي. هو ضرفتين، ضرفة بتبقى ثابتة والضرفة التانية بتكون متحركة. ده الطول بتاعه اهو، اهو زي ما انتوا شايفينه. بتقفليه، وبعدين بيبقى فيه ضرفة فيها سلك، والضرفة التانية اللي هي الازاز او المراية. وده الحلق بتاعه من فوق، الطول في العرض بتاعه اهو. هو جمال الباب البلكونة عندي ان هو بيتفتح ضرفتين مع بعضيهم، وادي السلك اللي من جوه اهو. وبعدين بقى الضرفة التانية اللي بعديها اللي بقولكوا عليها زي مراية كده، بتيجي برضو قافلاها. لو حابة بقى مثلا تفتحي تخلي السلك بس وتفتحي الازاز كده بتفتحيه، حابة تقفلي خالص بعد بقى ما تشمسي الأوضة بتاعتك وتاخدي الهواء بتاعها، تقفلي برضو زي ما انت حابة اهو. وليها مقبض كده من فوق. بس هو ده الباب بتاعي. جهزت بقى هنا مية وشوية من الخل وشوية من الفري، وهبتدي بقى امشي على حيطان الأوضة. يعني الحاجة اللي ظاهرة منها او اللي متبهدلة منها همسكها انضفها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين هلمع كل الحيطان، مش هسيب حاجة خالص غير الحاجات اللي هي نظيفة او مستخبية. يعني الحتت اللي فوق السراير غالبا ما بعملهاش الا كل فترة طويلة. اما هنا بقى الحتت اللي هي بتبقى دايما باينة كده وفيها الاستخدام كتير، بالفوطة كده وهمشي عليها على طول. طبعا لون الدهان عندي فاتح، بيبقى عايز نظافة باستمرار. وادي كمان المفتاح بتاع المروحة هنضفه عشان مش نضيف.
كل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة، طالما بتعملي شغل بيتك بحب كل حاجة هتخلص على طول. اهو زي ما انتوا شايفين الحيطة نطفت وشكلها بقى جميل. طبعا جريت الكومودينو كده في النص علشان كنست وراه وعشان اعرف امسح وراه كويس. اهو حطيته كده في النص، طبعا لسه ما كنستش. طبعا تحت التلفزيون انا لمعت الحيطه اللي هي عند التلفزيون كده زي ما انتوا شايفين، والتلفزيون نفسه كمان اتلمع، ما سبتش حاجه في الاوضه الا ما لمعتها. اخر حاجه هلمعها الباب الالمونتال بتاع البلكونه بنفس الخلطه اللي انا غسلت بيها الحيطه. هغسل بيها الالمونتال اللي هو الحبه من الفري وحبه من الخل اهو. وهبتدي اغسل الباب الالمونتال. طيب ما تقلقيش خالص من باب الالمونتال في غسيله بالسلكه، مش هتأثر معاه خالص. المهم ان احنا ما ندلقش عليه ميه. يعني الخلطه دي انا مكتره فيها الخل ومقلله الفري، لان انا مش هشطف بالميه. انا همسك الفوطه بس مبلوله واعصرها كويس جدا وابتدي اشيل كل الصابون ده، وهتشوفوا الشكل بيلمع ازاي وجميل ازاي اهو. اهم حاجه ان انتي ما ترشيش ميه على الالمونتال عشان ما يبص منك اهو زي ما انتوا شايفين اهو. شكله بقى جميل خالص اهو، لمع اهو، مش محتاج حاجه خالص. وتمسكي الفوطه برضو تشيلي منها الصابون وتعصريها كويس جدا وترجعي تمشي على الالمونتال تاني، هيلمع وهيبقى شكله جميل اهو. مش محتاج حاجه تاني. طبعا همشي على البابين بنفس النظام اللي انا مشيت عليه دلوقتي وهنضفهم كويس جدا عشان نشوف هنعمل ايه تاني في الاوضه بتاعتنا اهو. دي بقى فوطه ناشفه اللي انا ماسكاها في الاخر، ما فيهاش بقى ميه ولا حاجه. لازم تجففي الالمونتال كويس جدا اهو. كده تمام. طبعا انا مش عارفه اطلع فوق اكتر من كده عشان المرايه. خلاص بقى بعد ما كنست الاوضه كويس، اول حاجه هعملها همسح مكان الكومودينو عشان ارجعه مكانه تاني اهو. حطيت طبعا في الميه اي نوع منظف انتي بتحبيه، مش هحط لك حاجه معينه. وما ننساش الملح، انا حاطه ملح. وهبتدي بقى امسح الاول ورا الكومودينو عشان ارجعه مكانه، وبعدين ابتدي اكمل في الاوضه بتاعتي اهو. هنشف بقى على طول عشان ارجع الكومودينو مكانه تاني. مفيش حاجه خدت في ايدينا وقت ولا مجهود، والله كل حاجه بتعدي بسرعه. كفايه ان انتي تحسي انك بتنضفي شقتك وتحسي ان انتي مستعده في اي وقت اي حد يدخلك. رجعت الكومودينو مكانه والاوضه اتمسحت كويس جدا اهو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش محتاجه حاجه خالص. وطبعا البلكونه ما نسيناهاش، لمعناها برضو، هي كانت نظيفه بس طبعا تراب على طول لانها بتبقى معرضه للهواء. هدخل بقى المخدات بتاعتي وادخل البطاطين وافرش الاوضه ونرجع بقى نشوف الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين اهو، خلاص خلصنا الأوضة بتاعتنا وحطينا الحافظة الجديدة اهو. ورجعنا كل حاجة مكانها تاني. الأوضة نطفت وشكلها بقى جميل جدا، يفتح النفس على القعاد.
انا حاسه ان انا كده عملت حاجه النهارده وفرحانه جدا، وما زلت متحمسه ان اصور معاكم باقي اليوم. طبعا يومي ما خلصش ولا حاجه. احنا دلوقتي بقى هندخل على المطبخ عشان نعمل الاكل بتاعنا. عايزه اقول لكم الاوضه بالظبط اخدت من ايدي ساعه كامله. مسحت ولمعت حيطان وغسلت ألمونتال ولمعت سراير، كل ده ساعه كامله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. انا طبعا كنت عاجنه العيش دوت قبل ما ادخل على الاوضه، يعني بعد الفطار على طول، وعشان الجو سقع سبته بقى يختمر. تعالوا نشوف انا محضره ايه النهارده. ده العيش اللي انا عجنته، هفرده كله علشان هحط فيه اللحمه اللي انا عاملاها. هفرده كويس جدا. انا عايزاها تبقى كبيره جدا، يعني عايزاها تبقى قرص كبير خالص. شايفين قد ايه؟ وهبتدي بقى ابطط عليها من فوق كده. وتكوني بقى مجهزه صينيه حجم وسط، مش كبير ولا حاجه. انا عامله غدا النهارده، ولادي بيحبوه طلبوه مني. بعمله باشكال كتير جدا. اهو هبتدي بقى افرد العجين بتاعي واحطه على قد الصينيه بالظبط. اكل جميله وما بتاخدش مني وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت ولادي بيحبوها وانا كمان بموت فيها. اهو معايا بقى هنا اللحمه، بصلتين كبار شوحتهم، وبعدين رميت اللحمه بتاعتي اديتها برضو تشويحه. وكنت مقطعه بطاطس مكعبات، رميتها على اللحمه. واخر حاجه حطيت قرنين فلفل يكون بارد مش حامي، وكوبايه ميه. وهديت النار خالص، حطيت التوابل، واخر حاجه حطيتها الملح عشان اللحمه تستوي. طبعا كل ما تحس ان اللحمه محتاجه ميه حط لها. عايزه اقول لكم ريحتها ملهاش حل. التوابل بقى حطي بابريكا، حطي شويه صغيرين من القرفه، شويه من الجنزبيل، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، وزي ما اتفقنا الملح اخر حاجه بيتحط. وصفه سهله وبسيطه، وتغيير عن نظام الاكل والروتين اليومي اللي هو الطبيخ والاكل لاولادنا، خلاص يعني زهقوا منه. طبعا بعد ما حطيت العجين شلت كل الزياده اللي من فوق، عشان انا هقفل عليها وادخلها الفرن على طول. اهو هداري بقى اي حاجه كده باينه. اهو طبعا تقدري تعمليها في فخاره، تقدري تعمليها في صينيه على حسب ما انت عايزه، اللي هو الفخار بتاعنا او البرام على حسب ما بتسموه. طبعا معلقه بقى سمنه كده بلدي على الوش ندهن بيه العيش بتاعنا، ويلا بينا على الفرن على طول. الله، والله ما قادر اقول لكم الريحه طالعه عامله ازاي. طبعا هي لسه طالعه من الفرن على طول سخن جدا. يلا بقى نفتحها ونشوف الشكل بتاعها من جوه، عشان لو عجبتك اعمليها لاولادك. طبعا ممكن تعمليها بصدور الفراخ او بالدبابيس اللي هو الدبوس بتاع الفرخه. ممكن كمان تعمليها بالكبد والقوانص. ممكن تعمليها بشرايح البانيه. يعني 100 طريقه تعمليها بيها، مش طريقه اللحمه بس. طبعا سخنه جدا، انا مش عارفه افتحها. الله، والله ما قادره اقول لكم الريحه طالعه عليا عامله ازاي. وريحه العيش جميله جدا تفتح النفس بجد. طبعا قدميها بقى مع رز ابيض او رز بشعريه زي ما تحبي. وكمان عامله جنبيها طبق سلطه كده صغنن. اهو بطاطس مستويه وجميله، لحمه مستويه كويس جدا. ايه بس هي سخنه جدا، مش عارفه امسكها في ايدي، مش قادره اقول لكم طالعه من الفرن عامله ازاي. ايه بطاطس جميله جميله جدا، تتاكل قبل اللحمه. ايه هنتغدى بقى،
ونرجع تاني نشوف ايه اللي هنعمله النهاردة في يومنا. خلاص بعد ما اتغدينا وغسلنا المواعين، انا كنت شارية النهاردة من السوق الجزر اللي انتوا شايفينه ده. جبت الكيلو ب2 جنيه، دول 2 كيلو ونص. طبعا انا جايبة الجزر ده عشان اخلله، عجبني جدا ان هو صغير اهو. دول 2 كيلو ونص ب5 جنيه. هعمل منهم بطرمان مخلل. الجزر بيبقى جميل جدا، سهل وبسيط ومفهوش عمايل خالص. هنقشر بس الجزر بالمقشرة كده. هقشر كل الكمية اللي معايا دي ونرجع نشوف هنخلله ازاي. ادي الكمية. طبعا في شوية انا سبتهم كده على جنب عشان ولادي يفضلوا رايحين جايين عليهم وانا طبعا معاهم. انا بحب الجزر الصغير، بيبقى طعمه معسل قوي. ومعايا بقى هنا مجهزة علبة بلاستيك او بطرمان على حسب الحاجة اللي هتخليلي فيها. نص العلبة مية، وهبتدي احط 3 معالق كبار من الخل الابيض، فصين توم مفرومين او حتة توم مفرومة، 3 معالق كبار من الملح الابيض، واحد 2. طريقته سهلة وبسيطة جدا وطعمه جميل، وهيفتح كمان نفس اولادك على الاكل جدا ومفيد. شوية بقى من الشطة. قلبي بقى المية كويس وانزلي بقى بالجزر بتاعي. بس كده، ادي هي دي الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش عمايل خالص. عايزة اقول لكم ب5 جنيه عملت بطرمان او علبة كبيرة من مخلل الجزر. شوية بقى زيت كده على الوش، واقفلي علبتك 6 ايام بالكتير جدا او اسبوع وهتاكلي احلى مخلل. ده كان اليوم بتاعي وده كان الروتين بتاعي النهاردة. انا كنت متحمسة جدا اصوره معاكم. يا ريت لو حسيتوا ان انا استحق اللايك فيه ما تبخلوش عليا باللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.